مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. جميل. فيلير مود افكت اناليسيس. لو انت محلل بيانات لازم تكون عارف الاداه دي كويس، اداه قويه جدا. تعال اقول لك بتعمل ايه. اول حاجه تحليل مسبق بيتم لتحديد نقاط الفشل المحتمله في اي عمليه او منتج وتاثيرها على الاداء. بنحدد المخاطر المحتمله في النظام وتاثيره. بتقيم المخاطر وتحدد الافعال المتخذه لتجنب فرص حدوث الخطا. طب اهداف الفيلم دي ايه؟ اهدافها قويه جدا. اول حاجه تقليل فرص حدوث الخطا وتحسين جوده المنتج او العمليه. منع المشكلات قبل وقوعها. تحسين صورة الشركة. تحقيق رضا العملاء وتقليل تكلفة التطوير. طيب عشان نطبق الفيلم دي أعمل إيه؟ أول حاجة هتعرف كل المكونات النظام ومدخلاته وتعمل قائمة وظائف لكل جزء وكل عملية. قائمة الأخطاء المحتملة لكل خاصية وتحدد مدى تأثير المخاطر. تحديد الريسك بريوريتي نمبر RBN. RBN ده بيتحدد عن 3 حاجات. اول حاجه درجه الخطوره اللي هو مدى خطوره تاثير الحدث او المشكله اذا حدث. الحدوث بقى احتماليه حدوث الحدث او المشكله. طب الاكتشاف احتماليه اكتشاف المشكله قبل ان تتسبب في ضرر كبير. وطبعا كل ما زادت RBN زادت اولويه التعامل مع هذا الخطر. هنحسبها ازاي؟ هنضرب ال3 دول في بعض ونحدد اولويات الاجراءات التصحيحيه بناء على الرقم اللي طلع لنا في RBN واتخاذ الافعال المناسبه لتقليل المخاطر. اديك مثال. نحط مثلا الخطر عندنا كسر المنتج. طب الخطر ده تاثيره ايه؟ هيبقى توقف العمل. طب السبب بتاعه ايه؟ ضعف الخامه. طيب درجه الخطوره عندنا عملت 8، الحدوث عملت 6، الاكتشاف عمل 4، فنضرب 3 في بعض هيعمل معانا 192 وده RBN. هنحط كل المخاطر اللي موجوده عندنا بالطريقه دي. اعلى رقم معانا هنبتدي نحدد اولويه ونشتغل عليه. طيب ايه اللي بيميز الفيمياء عشان نشتغل بيها؟ اول حاجه وقائيه مش علاجي ومنهجي وسهل التكرار. بيساعد في اتخاذ قرارات مدروسه. الفيمياء اداه قويه جدا ولازم تبقى عارفها كمحلل بيانات. وبس كده.